هاي everybody how are you؟ أهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. معادنا النهاردة مع أبطال تانية ابتدائي ومنهج Connect 2. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير. النهاردة إن شاء الله هنشرح يونت 4 الوحدة الرابعة lesson 1 and 2 يعني الدرس الأول والتاني. نبدأ بسم الله. شرح يونت 4 الوحدة الرابعة من كتاب الباهر. نبدأ بسم الله. عندي أول درس lesson 1 بيتكلم عن sports يعني رياضات أو ألعاب رياضية. repeat after me sports. ايه sports؟ عندي أول sport أو الرياضة عندي swimming يعني السباحة. football كرة القدم. كاراتيه يعني لعبة الكاراتيه. تنس يعني تنس. باسكتبول كرة السلة. هنعدهم مرة كمان. تنس يعني تنس. باسكتبول كرة السلة. سويمينج السباحة. فوتبول كرة القدم. كاراتيه اللي هي لعبة الكاراتيه. وعندي كمان مع السبورتس اللي هي الألعاب الرياضية عندي action verbs يعني أفعال حركة اسمها action verbs أفعال حركة. أفعال أنا أستخدمها مع كل رياضة. كيك يركل أو يشوت يعني كيك. يضرب hit. يرمي يعني throw. يجري run. وعندي كمان كلمة ملعب يعني playground. ملعب playground يعني ملعب. يلا بينا ناخد جرامر يونت 4. الجرامر بتاع يونت 4 الوحدة الرابعة هو بيتكلم عن كان وكانت. كان يعني يستطيع. كانت لا يستطيع. احفظها معايا. يستطيع كان لا يستطيع كانت. يستطيع يعني يقدر أو يعرف يعمل حاجة. خد بالك إن كان أو كانت لازم يجي وراهم verb infinitive يعني فعل في المصدر بدون أي إضافات. تاني يستطيع يعني كان. لا يستطيع يعني كانت. الفعلين دول بيجي وراهم حاجة اسمها فعل في المصدر. يعني فعل في المصدر يعني فعل بدون أي إضافات. تعالى نشوف الإكزامبل اللي أنا كاتباه ده. بيقول I can أنا أقدر أو أنا أستطيع. play or plays. طبعا play معناها يلعب و plays برضو معناها يلعب بس أنا هختار أنهي فعل. طبعا أنا هختار الفعل الأولاني اللي هو play ده عشان هنا ده فعل في المصدر بدون أي إضافات. يعني أنا ولا حطيت له اس ولا حطيت له ing ولا حطيت له ed. يبقى كان يستطيع كانت لا يستطيع بيجي وراهم verb infinitive فعل في المصدر بدون أي إضافات. طب احنا النهاردة عايزين نستخدم كان في بداية السؤال. سؤال يعني آخره question mark علامة استفهام. لما تيجي كان في أول السؤال هيبقى معناها هل تستطيع. كان في أول السؤال هيبقى معناها هل تستطيع. can you هل تستطيع. ولازم تحط بعدها verb infinitive فعل في المصدر بدون أي إضافات. can you الإجابة بتبقى يا إما yes أو no. نعمل حاجة اسمها عملية المقاطعة. شوف الإكزامبل اللي تحت ده بيقول can you throw the ball. الولد بيسأل صاحبه can you هل تستطيع throw the ball هل تستطيع أن ترمي الكرة. طب أنا أجاوب على السؤال ده إزاي؟ إحنا اتفقنا السؤال اللي بادئ بكان بيبقى معناه هل يعني الإجابة يا إما yes أو no وبعدها عملية المقص. اليو تتحول لآي وكان عليها الدور يبقى الإجابة yes I do. لو انت من الأبطال ولسه مستمر معايا في شرح يونت 4 الوحدة الرابعة lesson 2 الدرس الثاني منها
connect to تانية ابتدائي. دعمنا بسبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير. listen to الدرس التاني بيتكلم عن ايه؟ بيقول at the sports club. at the sports club يعني في النادي الرياضي. sports club نادي رياضي. sports club sports club نادي رياضي يعني sports club. يلا نقرا الكلمات. نادي club club club. shorts shorts ده معناه شورت او بنطلون قصير. وخد بالك ان كلمة شورتس دي كلمة بلورال، كلمة جمع. ليه؟ لان البنطلون عبارة عن رجلين، فطبعا انا بحط له في الاخر اس الجمع شورتس. عندي كمان ينط الحبل يعني سكيب سكيب سكيب. جامب جامب يقفز جامب جامب. win يفوز يعني win يفوز win. hit يعني يضرب بالمضرب زي ما احنا شايفين الصورة hit. الصورة اللي بعد كده باسكت يعني السلة. باسكت اللي انا بستخدمها في لعبة الباسكت بول، كرة السلة. مضرب يعني راكت راكت راكت. طب يلا بينا للصفحة اللي بعد كده. خد بالك وركز فيها كويس جدا. كل رياضة كل سبورت ليها أفعال حركة معينة. يعني زي ايه؟ أنا لما بتكلم عن أول صورة عندي ان فوتبول، في لعب كرة القدم بعمل ايه؟ طبعا أنا في لعب كرة القدم بشوت كرة أو بركل كرة. طب بركل كرة أو بشوت كرة دي معناها ايه؟ كيك ذا بول. يبقى في لعب ان كرة القدم اللي هو الفوتبول انا بعمل ايه؟ كيك ذا بول. يبقى انا لما اجي اكون جمله اقول انا كيك ذا بول. اي كيك ذا بول. اي كيك ذا بول يعني انا بشوت كره او انا اركل كرة. يبقى ان فوتبول في كرة القدم انا بعمل ايه؟ اي كيك ذا بول. طب اللعبة اللي بعد كده ان تنس. في لعبة التنس انا بعمل ايه؟ طبعا بضرب الكرة بالمضرب. بضرب الكرة بالمضرب. طب دي أكونها إزاي؟ يضرب يعني hit وكرة يعني ball، يبقى hit the ball with a racket. أنا بضرب الكرة بمضربي. I hit the ball with my racket. hit the ball يعني يضرب الكرة، ومضرب يعني racket. I hit the ball with my racket. اللعبة الأخيرة in basketball في كرة السلة. طب زي ما انتوا شايف كده كرة السلة بيعمل ايه؟ بيرمي الكرة. بيرميها فين؟ في السلة. يرمي يعني throw، وكرة يعني ball، وسلة يعني basket. أكونها جملة ازاي؟ هبدأ الجملة بآي. أنا throw the ball. I throw the ball يعني أنا أرمي الكرة in